السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي من جديد على قناة شهوات انصاف. معكم فرح فيديو جديد واقتراح جديد. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني كيك بعجين واحد وغير بجوج ديال البيضات. غادي نخرجوا ان شاء الله 18 حبه كيف ما كتشوفوا معايا، كل شكل بحشوه بمذاقات مختلفين. كيجي الشكل ديالهم رائع بزاف وهماوي، كيجيو غزالين شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوهم، نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش كيف العاده تشجعوني بلايكاتكم وتعاليقكم الجميله، وتشتركوا في القناه الا كانت هذه اول زياره لكم، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهاتي. غير جربوهم البنات على ضمانتي. هاد لي ميني كيك راه كيجيو غزالين بزاف، المذاق رائع. ما نعاودش لكم عليه ان شاء الله حتى تجربوهم وانتم غادي تحكموا ديك الساعات. خليكم معايا لاخر الفيديو ندوزو المكونات وطريقه التحضير على بركه الله وفرجه ممتعه. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 2 حبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، مع 2 اكياس ديال سكر فانيلا، كاس الا ربع من سكر سنيده، مع قبصه ديال الملح. غادي نخلطوا مزيان البيض مع السكر والفاني حتى كيرجع عندنا الخليط على شكل بوماد. ومن بعد غادي نضيفوا ليه كاس عنبه من الزيت النباتيه، مع كأس عنبة أيضا من الحليب اللي حتى هو ضروري يكون بدرجة حرارة الغرفة. غادي نخلط جميع المكونات ديالي مع بعضياتهم حتى كينسجموا لي جيدا. وعاد غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الكأس الأول من الدقيق. وبالنسبة للدقيق من الأحسن ديروا نوعية تكون جيدة ديال الحلويات. غادي نضيف الكأس الثاني مع 2 أكياس ديال الخميرة الكيماوية. وغادي نعاود ندخل كميات الدقيق كامله في الخليط ديالي. عاد غادي نضيف واحد نصف كاس اخر ديال الدقيق بالمجموع الدقيق اللي ضفت 2 كؤوس ونصف عنبه من الدقيق الممتاز. غادي نتحصل على هذا القوام ديال الخليط ديال الكيك ديالي، تيكون على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا. غادي ناخذ هاد لي المول العجيب، مولات لي هما صغارين، غادي ندهنهم بالزبده وغادي نبدا نفرغ فيهم الخليط ديال الكيك. هنا الفران البنات نكونوا شاعلينه من قبل، يعني يكون الفرن سخون على درجه حراره 180 170. غادي نعمر المولات ديالي تقريبا كل واحد غادي ندير فيه 2 معلقات كبارين من الخليط هادو، ولا الشكل الاول ها هو عمرته. غادي نخليهم على جنب وندوزو للشكل الثاني. داك الخليط ديال الكيك اللي تبقى ليا غادي نضيف عليه 2 معالق كبارين ديال شعريه الشوكولاته السوداء. غادي نخلطها غير شويه هكا باش ما تذوبش ليا في الخليط ديال الكيك. غادي نخلطها غير شويه بين ما انسجمات لي مع الخليط. وغادي ندوزو باش نعمروا لي مول اولا نعمروا المولات اللي بقاو عندنا. بالنسبه لي مول البنات كندهنهم فقط غير بالزبده، ما كندير لهم لا دقيق لا حتى شي حاجه، كندهنهم فقط غير بالزبده صافي. هنا بعد ما عمرت لي مول ديالي الشكل الثاني غادي نديرهم في اللاطه وندخلهم للفران كيف قلت لكم يكون شاعل من قبل على درجه حراره 180. مده الطهي ديالهم كتبقى بين 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. غادي ندوزو البنات للشكل الثالث. ما تبقى من الخليط ديال الكيك ضفت له هنايا نص معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى كينسجم ليا داك الكاكاو مع الخليط ديال الكيك. هنايا غادي ندوز باش غادي نعمر ليمون اللي بقاو ليا اللي هما الشكل الثالث، حتى هما غادي ندخلهم يطيبوا في الفران. هنا البنات كيف ما تلاحظوا معايا بعد ما طابوا ليا دوك لي ميني كيك وخرجتهم من الفران ديموليتهم من لي مول ديالهم. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجيو خفافين وقطنيين، كيجيو رطبين بزاف وزوينين كيف ما تشوفوا معايا. وبالنسبه لي كيك ديالي راه غير كنقلبهم كيف ما كتشوفوا كيتقلبوا بكل سهوله، ما كيلتصقوا ما حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. غادي نخليهم على جنب وندوزو باش نحضروا الحشوات اللي غادي نديروا في الوسط ديال هاد لي ميني كيك. بالنسبه للحشوه الاولى خديت هنايا 6 القطع ديال الشوكولاته السوداء ذوبتهم على هاد الشكل اللي كتشوفوا معايا. وهنا غادي نضيف لهم علبه ديال ديسير شوكولا اولا ياغورت شوكولا. هاد الكريمه البنات ساهله وكتجي لذيذه بزاف. كنخلط العلبه كامله مع داك الشكلاط اللي ذوبت. بالنسبه للشكلاطه البنات انا استعملت غير كالا، الا عندكم الشوكولاط نوعيه جيده فممكن انكم تستعملوه غيكون احسن. صافي هنايا البنات كتشوفوا معايا لي كيك ديالي كاملين بعد ما ديموليتهم من المولات. فكيف ما قلت لكم خرجوا لي 6 ديال الحبات من كل شكل، في المجموع عندي 18 حبه ديال لي ميني كيك. بالنسبه لهاد الصوص ديال الشوكولاط فغادي نعمر بها دوك الكيكات اللي بالفيرميسيل اللي درت فيهم الشعريه ديال الشوكولاط. صافي كنبقى كناخذ هكايا معلقه ونص من ديك الصوص وكنعمر بها ديك الحفيره ديال الكيك.
بهذا الشكل هذا. صراحه كيجي المنيضر ديالهم رائع كيف ما كتشوفوا معايا، وراهم دغيا كيوجدوا البنات ساهلين. وكيف ما شفتوا معايا غير بجوج ديال البيضات فخرجت 18 حبه ديال هاد لي ميني كيك، وكيجي الشكل ديالهم زوين. وحتى المذاق خلاص راه ما نهضروش عليه، كيجيو غزالين بزاف. بالنسبه للتزيين زينتهم بهكا نصيفات ديال الكركاع. غادي ندوزو للصوص الثانيه. خديت هنايا خليط بين الفرomboise والفريز، غادي نضيف عليهم 3 المعالق كبارين ديال السكر سنيده مع قطرات ديال الحامض. وغادي ندير هاد الفريز مع الفرomboise على نار اللي تكون مهيله. كنخليهم البنات حتى كيطيب مزيان وكيتعس حتى كيرجع بحال الكونفيتور. صافي كناخذ واحد الفرشيطه وكنبقى كنمعس داك الفرomboise والفريز. صافي كنخليه حتى كيتقال هكايا الخليط ديالو كيف ما كتشوفوا. وكندوز باش غادي نعمر بهم لي ميني كيك الثانيين، الشكل الثاني ديال الشوكولات. كيف ما كتعرفوا الشوكولات مع الفرomboise اولا الفريز فكيتواتى المذاق بزاف البنات. انا هادو بالضبط عجبوني، المذاق ديالهم جا رائع رائع بزاف. ما نعاودش لكم، جا شي حاجه اللي اكثر من رائعه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا عمرت الشكل الثاني. ودابا غادي ندوزو للحشوه الثالثه واللي هي الاخيره. خديت كاس ونصف من عصير البرتقال، غادي نضيف ليه معلقه بومبي ديال النشا مع معلقه ديال السكر. بالنسبه للسكر انا ضفت فقط غير نص معلقه، كان عندي العصير الليمون حلو فما بغيتش نزيد نحليه بزاف، ندير معلقه كامله. الا كان عندكم ليمون شويه حامض فديروا من معلقه حتى المعلقه ونص ديال السكر. غادي نحط الكريمه ديالي على نار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتقل عندي بهذا الشكل هذا. هنا البنات انا ضفت ليها واحد نص معلقه ديال لاغوم ديال الليمون. الا كانت متوفره عندكم ضيفوها، والا ما كانتش متوفره فما كاينلاش. صافي هنايا وغادي نعمر دوك لي ميني كيك ديالي الشكل الثالث بهذا الشكل هذا. حتى هما كيجيو غزالين وكيجيو رائعين، المذاق كيجي زوين بزاف وكيجيو منعشين. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لطريقه التزيين ديال الشكل الثاني ديال الفرomboise فغادي نزينهم غير بحبات ديال الفرomboise هكا كونجلي بهذا الشكل هذا. ممكن تزينوا نتوما بالشكل اللي بغيتو، اولا ممكن تخليوهم غير هكاك، راه كيجيو صراحه زوينين كيعطيو واحد المنظر اللي هو رائع. هنا كنت بغيت نرش عليهم شويه ديال السكر كلاصي، ولكن من رشيته كيف ما كتشوفوا راه داب. صافي وانا نحبس ما كملتش، خليتهم غير هكاك جاو صراحه زوينين. وبالنسبه لهادو ديال الليمون يعني الشكل الثالث فغادي نزينهم بيبي شوكولا بهذه الطريقه. كنحطهم هكايا في الوسط. ممكن تزينهم بخطوط ديال الشوكولاط الاسود، يعني تذوبوا الشوكولاط وديروا في واحد البوش ودوزوا هكايا خطوط في الجانب ديالهم. وهنايا خديت داك الورد اللي كيكون ملون، الورد شعيرات. صافي وحطيت هكايا واحد الكميه قليله كتزيين. صراحه جاو زوينين حتى هما في المنظر ديالهم، والمذاق راه جا رائع رائع بزاف البنات، جاو غزالين. كنتمنى تجربوهم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بتشجيعاتكم ولايكاتكم وتعليقكم ايضا الجميله. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك اللي شاركت معكم. ساهلين واقتصاديين بجوج ديال البيضات وبخليط واحد. حضرنا 18 ميني كيك بحشوات مختلفين ومذاقات ايضا مختلفين، كيجيو رائعين وهماويين. تحضروهم للضياف ديالكم اولا المائدات الكوتي ديالكم، صراحه كيجيو شي حاجه زوينه بزاف البنات. كنتمنى تجربوهم وما تنسونيش كيف قلت لكم لايكاتكم وتعليقكم الجميله. ولا كانت هذه اول زياره لكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهاتي. وصلنا لاخر الفيديو، الى اللقاء ان شاء الله في اقتراح جديد ووصفه جديده.